السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ إسراء شاهين. حبيبتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحه جيده يا رب. خياتي في الفيديو تاع نهار اليوم راح ندير معكم الرفيس التونسي. خياتي يجي ما شاء الله، يجي طري ويبقى طري لمده طويله. خياتي قبل ما نبدا في الوصفه تاعي تاع نهار اليوم ما تنساونيش بالجيم وما تنساونيش بالاشتراك في القناه. خياتي في الرفيس هذا تاع في الرفيس التونسي خياتي لازم له الدقيق يكون رقيق شويه، ما يكونش هذاك الخشين تاع قلب اللوز ولا تاع فهمتوني ولا تاع المقروط، يكون شويه رقيق عليهم. راكم تشوفوا فيه. دوك نفتح ونزيد نوريها لكم عن قرب. والتمر خياتي، التمر راها احنا معروفين الجزائريين عندنا تمر ما شاء الله. خياتي التمر كي يكون نوعيه رفيعه يعني راح يبقى لك طري، ماهوش رايح ينشف وماهوش رايح يعني يولي لك يابس. هنايا انني استعملوا خياتي هذا التمر بزاف شباب، تمر تاع الغزاله ولا تمر طولقه، يعني ما غنيه عن التعريف. وهذا مكان خياتي. دوك نفتح معكم الدقيق. هذا التمر دوك نفورو خياتي هكذا. خياتي التمر لازم يفور، ما ديروش التمر تاعكم هكذا من لومبالاج ديريكت ديروه، لازم يفور التمر. شوفوا حبيبتي، شوفوا الدقيق هكذا باش يبان لكم ماهوش خشين بزاف كيما تاع قلب اللوز ولا تاع المقروط، يعني كيما تاع الطمينه. نروح انا ندير كميه صغيره في المقله، تكون المقله شويه ثقيله هكذا خياتي، ونقصوا كامل النار يعني ابتي فو خياتي. ولازم هنايا ما تكثروش كي تكونوا تحمصوا فيه، ما تكثروش الدقيق هكذا باش يعني يتحمص لكم حبه بحبه. يعني راه اذا كنتوا رايحين تكثروا الدقيق في المقله ماهوش رايح يتحمص، وثاني كي تكونوا يعني تقلبوا فيه ماهوش رايح يتقلب لكم بسهوله هكذا خياتي. شوفوا خياتي الكميه انايا اللي راني درتها نتاع الدقيق، هاي لكم خياتي الكميه اللي راني درتها. وما نغفلش عليه، نبقى هكذا نحرك فيه هكذا. ومن بعد كي نحمص هذه الكميه نحيها ونزيد كميه اخرى. خياتي وبالنسبه للمقادير نتاع الرفيس يعني شوفوا خياتي، اذا درتو كيلو تاع تمر ديروا كيلو تاع دقيق، اذا درتو 500 غرام تاع تمر ديروا 500 غرام نتاع دقيق، يعني رطل تاع تمر برطل تاع دقيق، كيلو تاع تمر بكيلو تاع دقيق، يعني يجوا المقادير متساويه. هذا مكان خياتي. وبالنسبه للزبده يعني درت 500 غرام تاع تمر و500 غرام تاع دقيق، رايحه ندي 200 حوالي واحد 200 غرام تاع زبده. شوفوا خياتي هنايا التمر نتاعي شحال راهو شباب يعني وطري ونقي هكذا خياتي. نفتو كامل هكذا ونديه نفورو، يفور حوالي واحد 2 دقائق ما نزيدوش. هنا خياتي كنت تشوفوا فيه مازلت نحمص فيها. هاوليكم خياتي بعد ما تحمصت هذاك الكميه الاولى، دوك نروح نزيد الكميه الثانيه هكذا خياتي. شوفوا خياتي هنايا كي نحمص ان شاء الله هذه الكميه ندير التمر راهو ثاني سخون، يعني دقيق سخون والتمر سخون خياتي. وهنا اللي تشري الدقيق تاعها يعني جاهز محمص من برا، ديروا في بلا دخلوا للكوشه تخليه يدي يسخن، يعني يسخن مليح، كي يسخن تخدم به. وهنا خياتي هاوليكم التمر تاعي بعد ما فورتو، شوفوا شحال ولا يعني طري بزاف خياتي، هكذا راح يساعدك في الخدمه.
خياتي شوفوا راهو سخون. نبدا هكذا ندخل، ما نقدرش بيدي اكيد راهو سخون بزاف. نبدا هكذا بالفرشيطه نعاون فيه هكذا باش يدخل هذاك الدقيق في التمر. هكذا خياتي غير بشويه 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 حتى تروح له هذيك السخانه شويه، ونبدا نواسي فيه بيدي هكذا خواتاتي. هاو بدا يدخل خياتي. هنايا رايحه نبدا نضيف وهو سخون، نبدا نضيف في الزبده. هاي لكم خياتي. هنا راني ضفت الزبده. ها ندير الزبده غير بشويه خياتي. هنا لازم خياتي تكون الدقيق سخون والتمر سخون والزبده تكون طريه، يعني بدرجه حراره الغرفه. راح يجي ما شاء الله خياتي. حنايا كي ندوه للنفسه نديروه للنفسه نضيفوا له شويه قريصه تاع فلفل اكحل هكذا خواتاتي. هكذا مراتي انا اليوم الجمعه خياتي، وجمعه مباركه عليكم احبتي. ندير دائما حاجه حلوه تقليديه للزوجه تاعي ولوليداتي. ندير البراج، ندير هكذا رفيس، ندير فطير. دائما بيوم الجمعه ندير حاجه يعني تكون تقليديه. هنا خياتي واش راح ندير؟ نحي كامل هذا، نزيد الزبده. قلت لكم حوالي واحد 200 غرام تاع الزبده. هنا خياتي واش راح ندير بعد هذا هكا؟ نبدا بيديا ها يعني السخانه هذيك راهي راحت. ها ندخل كامل هذاك التمر في الدقيق غير بشوي بشوي بالعقل بالعقل. ها شفتوا خواتاتي؟ ها هكذا خياتي. نكمل بهذا الطريقه ونزيد له انايا من بعد 2 مغارف تاع العسل غير على الحلاوه. اللي تحب تستغنى عليها تستغنى عليها ما كاش مشكل. وتشوفوا ان شاء الله جاهز معايا. هاوليكم خياتي الرفيس تاعي بعد ما وجدته. هاوليكم الرفيس تاعي بعد ما وجدته وطبحته خياتي بالطابع نتاع المقروط. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله خياتي. شوفوا خياتي راهو يعني طري بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه خياتي. هذا هو يليق مشروع راهم دايرينه بزاف نساء يعني كمشروع وماشي لهم ما شاء الله خياتي. وراهو يعني اللي ديروا مشروع تعرف كيفاش تتحكم في التمر، تعرف كيفاش تتحكم في الدقيق، تعرف يعني هكذا باش راهو رايح يخرجها. واللي راح ديروا في مناسبه ولا في الاعراس، خاطر هذا يقدموه مع الجبه تاع النايلي اللي يتقدموا مع الجبه تاع القبائل. هنايا في الوسط اللي ديروا بالطابع تاع المقروط، هنايا تزينوا بالحبيبه نتاع اللوز ولا جوز ولا اي حاجه. المهم المكسرات هنايا دير له يجي ثاني بزاف شباب خياتي. ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب تاعكم، والى فيديو قادم بحول الله.